بيبدأ فيلمنا في ساحة كبيرة ومليانة جماهير بتتفرج على 2 شبه بعض جدا بيصارعوا على البقاء، والماتش بيخلص بإن واحد بيخلص على التاني. بعدها بنشوف سارة اللي بتكون سايبة أهلها وقاعدة لوحدها بسبب خلاف معاهم. بعدها سارة بتحلم إنها قاعدة مع أمها وبتاكل فلوس وبترجعها تاني، ولما بتصحى من النوم بتلاقي دم على السرير، وبعدها بتروح علشان تكشف لأن دي حاجة غريبة. بس وهي واقفة في المستشفى بترجع دم تاني، فبيقولوا لها في المستشفى إنها لازم تتحجز علشان حالتها دي خطيرة. وهي قاعدة في المستشفى بتكلم جوزها بيتر اللي بيكون مسافر، وبيقول لها إنه مش هيعرف يسيب شغله ويجي لها، بس هي بتكون زعلانة منه لأن ما سابش شغله وجا علشان يطمن عليها. تاني يوم الدكتورة بتقول لسارة إن حالتها مش كويسة خالص ولازم ترتاح وما تشربش خمر لغاية ما نتائج التحاليل تطلع. بس سارة بتروح وبتعمل اللي في دماغها وبتشرب خمرة ومش بتريح نفسها، ولما نتائج التحاليل بتطلع الدكتورة بتقول لها إن عندها مرض نادر وهينتشر في معدتها كلها كام يوم وهتتكل على الله. بس الدكتورة بتقترح عليها إنها تعمل استنساخ لنفسها علشان خاطر الناس اللي بتحبهم، وبعدها بتديها اسطوانة عليها شرح لعملية الاستنساخ. ولما بتتفرج على الفيديو بتفهم إن كل ما النسخة بتاعت الاستنساخ عاشت معاك أكتر هتاخد طبعك وصفاتك أكتر، وبكده هتقدر تموت وانت مرتاح على أصدقائك وحبايبك. بس سارة بتكون زعلانة لأنها هتموت وحد تاني هيكمل حياتها بعقل تاني خالص. بعدها بتروح لمركز الاستنساخ وبتشوف دكتور وبيشرح لها كل التفاصيل، بس سارة طلعت منوفية وبتقول للدكتور يعني أنا كده ميتة وكده ميتة، أدفع فلوس ليه؟ بس الدكتور بيقول لها بما إنك منوفية ومش هتقدري تدفعي الفلوس فالنسخة بتاعتك هتدفعها هي بعد ما تموتي. وبعدها بيديها أنبوبة فاضية وبيطلب منها إنها تحط حتة من شعرها علشان تاخد الحمض النووي بتاعها. وبعدها في خلال ساعات سارة بتكون واقفة قدام شخصيتها المستنسخة وبتهزر وبتقول دي بشرتها أحسن مني، ضحك يعني وكده. وبعدها بيركبوا العربية وبيفضلوا يتكلموا وبيعرفوا من بعض هما بيحبوا ايه ومش بيحبوا ايه. وبعد ما بيروحوا سارة لايت بتمسك صورة سارة وبيتر وبتكون متحمسة علشان تقابل بيتر ومامته، وبعدها بدأت تسأل على بيتر هو بيحب ايه وبيكره ايه. بس سارة زعلت لأن واحدة غيرها هتاخد مكانها. ولما بيتر بيجي بيرحب بسارة لايت وبيطلب منها بكل بجاحة انهم يخرجوا سوا لوحدهم، بس سارة لايت طلعت أبجح منه وطلبت من سارة انها تسيبهم الليلة دي لوحدهم. بعدها سارة بصت لها باستحقار وراحت للدكتورة بتاعتها، بس سارة هنا بتاخد أكبر صدمة في حياتها لأن الدكتورة قالت لها إنها اتعافت بشكل كامل رغم نسبة الشفاء المستحيلة. بعد كده ركبت سارة العربية بتاعتها وهي مصدومة وعرفت إنها جابت لنفسها مصيبة مش هتعرف تتخلص منها. ولما سارة بتروح لمامتها بتتفاجئ إن بيتر وسارة لايت قاعدين عند مامتها ولقيتهم قاعدين مبسوطين وبيهزروا وبيضحكوا كمان، وبتتفاجئ إن أمها بتقول لها أنت ناقصلك قد إيه عشان تتكلي على الله. بس سارة بتقول لهم إنها مش هتموت لأنها خفت، وبتقول لسارة لايت إن هيتم وقفها نهائيا. بس سارة بتتضايق لما لقت سارة لايت عمالة تحسس على أمها علشان تهديها، وبتخرج من البيت وهي متضايقة جدا. ولما بتخرج بتلاقي بيتر خرج وراها وبيقول لها إنه مش عاوزها وإنه مرتاح مع سارة لايت. ولما سارة بتقول له إنها هتتوقف فبيتر بيقول لها مش بالسهولة دي، وبيتر بيقول لسارة إنها حد مش بيحمد ربنا على النعم اللي في إيدها وإنها حد مستهتر. فسارة بتقول له إنها هتغير من نفسها، بس بيتر بيتجاهلها وبيسيبها وبيمشي. وفي يوم سارة بتكون قاعدة في أمان الله بيجيلها تليفون من المجلس الأعلى للاستنساخ وبيقولوا لها إن بعد تعديل الدستور النسخ المستنسخة هتعيش حياتها وليها حقوق وكأنها شخص عادي. ولما سارة بتروح للمحامي بتاعها بيقول لها إنها لازم تمشي من بيتها لأنه باسم جوزها. لو فاكرين في البداية كان في ماتش قتالي، سارة طلبت من المحامي إن يتعمل ماتش زيه ويا قاتل يا مقتول. وبعدها سارة بدأت تستعد للماتش ده اللي هيكون زي اليوم ده بعد سنة، وبدأت تدور على مدرب كويس وبتلاقي مدرب كويس اسمه جيسي وبيطلب منها إنها تهتم بالبدن بتاعها. وتعدي الأيام وسارة كل يوم في تحسن ملحوظ، وبدأ جيسي إنه يحمسها ذهنيا ويدربها على القتل، وبدأ يوديها مشرحة علشان تشوف الناس وهي بتتشرح علشان قلبها يجمد شوية. وقبل الماتش بأيام سارة قابلت بيتر وقعد يعتذر لها على اللي فات، وهي برضه اعتذرت له وقالت له عشان لو أنا مت موت وأنا مش بكرهك. وبنروح لآخر تدريب لسارة وبنشوف جيسي وهو بيودعها وبيقول لها تمسك السهم وتنشن على الكلب لأنه مريض جدا ولازم يرتاح من عذابه. وقبل ما تقتل الكلب سارة بتشوف نسختها بتراقبها فبتمسك السهم وبتضربها لكن مش بيجي فيها، وبتطلع تجري وراها لغاية ما بتشوفها وبيدور حديث بينهم رغم الماتش اللي فاضل عليه أيام. وقالت لها
سكه ودغري كده الغي الماتش ده ونعيش سوا، او فكك مننا خالص وعيش انت مع نفسك. بس ساره بترد عليها وبتقول لها انت خدتي مني جوزي وحياتي وعاوزاني اسيبك. فساره بتاخدها لمكان معظمه ناس مستنسخه وفي تجارب ناس عاشت مع بعض بعد الاستنساخ، لكن ساره رفضت انهم يعيشوا مع بعض. تاني يوم شافوا بعض تاني وقرروا انهم يلعبوا الماتش وبيركبوا العربيه سوا، وساره لايت بتسال ساره عن سواقه العربيه وان عمرها ما ساقت عربيه قبل كده، وساره بتوصل وبتقول لساره لايت انهم يتمشوا لمكان الماتش. وقبل ما يتمشوا طلعت ساره لايت ازازتين ميه وكان في ازازه ساره سم، وللاسف ساره شربت. وهما ماشيين في الغابه ساره بدات تنزف بسبب السم ده، فساره لايت بتروح لاداره الماتش وبتطلب ان الماتش يتلعب دلوقتي، بس بما ان المنافس ما جاش فعلا الماتش بيتلغي وساره لايت هي اللي بتفوز. بعدها بيتم التحقيق في الحوار ده بس ما حدش بيقدر يثبت اي حاجه. بعدها بنشوف ساره لايت وهي بتعيط بسبب غدرها لساره الاصليه، وبينتهي فيلمنا. لو عجبكم الملخص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده.